انت كده دايما ظلمان يا ريسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. عليا انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سألت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبة اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط الميه ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعاره اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عماره ولا انت ناويه تبقي جوه بطن سمكه قرش؟ احنا ملناش دعوه بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا اهبل؟ دي خبطه العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقربها؟ هو لا، لكن ضيوفه دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم، هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعات الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا أعرفه معرفة شخصية، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي ان في تفتيش؟ هخش بالكاميرا ازاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بيومين، وهتكون مخفية في مكان انت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها